مساء الخير وحلقة جديدة من فلوس بودكاست. زي ما اتفقنا انه اي حد يقدر يعمل فلوس. النهاردة معانا قصة مختلفة تماما لدانسر من اهم واشهر الدانسرز اللي موجودين في مصر. بنوتة قدرت تحقق نفسها في وقت قليل جدا. معانا شيماء صبحي الشهيرة بزوبة. ازيك؟ عاملة ايه الاخبار؟ الحمد لله. فيديوهات جامدة متشكرة بجد، شغل جميل متشكرة جدا أوي. مختلف ومجهود واضح انه في مجهود كبير ورا اللي بيحصل. الفيديو اللي بيطلع في ثواني الناس بتشوفه. بجد بحييكي على شكرا. الموضوع ده. هتلاقيني ثابته على كلمه شكرا. براحتك. احنا معاكي. ممكن ربنا يخليكي في الاخر. حلو قوي. احنا عايزين طبعا نقول للناس ان انتي صوتك مبحوح شويه من كتر الزعيق ازاي كان عشان التدريبات اللي عندك. بس كان عندي ريهرسل فيها عدد كبير قوي من الدانسرز، كلهم كبار والمكان كبير قوي، فلازم ازعق كل شويه عشان يسمعوني. معلش احنا الف سلامه عليكي. الله يسلمك. طيب اول حاجه عايزه اعرف اسم الشهره ده زوبة ده جه منين اصلا؟ اسم الشهرة كانت ماما عايزه تسميني زينب وانا صغيره. بابا يعني قال حاضر وراح سماني شيماء. اوكي. وكان عمي لسه مخلف شيماء ما كملش اسبوع. فما اعرفش ايه السبب، فقرروا كلهم ان هم ينادوني باسم زوبة اللي هو دلع زينب. لدرجه ان اهلي ما يعرفوش ان اسمي شيماء، يعني اللي بيعرف منهم ان اسمي شيماء ده بيتفاجئ. انا افتكرت انه ليه علاقه بالدانسينج. لا هو من البيت اصلا معنى كلمه زوبة العربيه ال 128 الحمراء. ايوه. فده ايه علاقته بالدانسينج؟ فلا كان هو دلع اسم ما تسميتوش، ومعظم الناس ما تعرفش ان اسمي شيماء اصلا. اوكي. بيلاقوا الموضوع ملوش علاقه بالاسم التاني بالدلع. طب احكي لي بقى، انت سنك صغير قوي. يعني بجد يعني 22 مثلا لسه هتم. يعني 21 سنه، وما شاء الله في نجاح كبير جدا وبتدربي ناس وبتطلعي ايفنتس كبيره جدا، ويعني في الموضوع بقى بيزنس، ما بقاش مجرد دانسينج. قبل ما نتطرق للفلوس والبيزنس والموضوع تحول ازاي، احكي لي الموضوع بدأ معاكي منين؟ بدأ معايا ان انا كنت طول الوقت قاعده ملانه، ما بعملش اي حاجه، ما بنزلش. يعني احنا متربيين في بيت البنت مثلا ما بتنزلش كتير، ما بخرجش خالص. بابا بيخاف عليا جدا، يعني مثلا السوبر ماركت يبقى جنب البيت ما بنزلش، ولو هنزل اشتري حاجه من وراه اللي هو اروح اجيب حاجه من السوبر ماركت بس هو ما يعرفش. فقعدت فتره كبيره في البيت لوحدي، وماما كانت كل ما تكبر كانت بتتعب، فكنت بفضل قاعده في البيت اكتر. فكان في كمبيوتر، اخواتي اوريدي دانسرز بي بوينج، فكانوا بيسيبوا فيديوز للهيب هوب على الكمبيوتر. فخلاص انا ما عنديش اوبشن غير ان انا بتفرج على الفيديو، فشفته لقيت بنت بترقص فيه. فخلاص انا عجبت بيها جدا، قعدت اطلع مثلا اتفرج على الفيديو ده لمده اسبوعين، كل يوم اتفرج على نفس الفيديو بس مبسوطه. لحد ما انا قررت اقوم اقلد الموفز دي. الوحيد اللي كان يعرف في البيت ان انا برقص كان اخويا الكبير. فقلت له انا عايزه اقلد الدانس دي. قال لي بصي هي كده مفيش حاجه تيجي من اول مره، اتمرني عليها ووريها لي. فضلت 6 شهور اتمرن على نفس الرقصه كل يوم ومش ملانه، يعني مفيش ملل. وكل مره اصورها يقول لي حلو بس في احسن. لحد دلوقتي يعني ما باجي اوري له اي شغل ليا بيقول لي حلو بس في احسن. يعني حلو ان انا احس ان انا ساتيسفايد من ناحيه ان انا عملته، بس في احسن عشان اقوم اتمرن اكتر. تحفه. لحد بعد 6 شهور جيت اعملها، من كتر ما انا بعمل نفس الموفز اكتسبت الفاونديشن بتاعتها. يعني زي مثلا بتتكلمي لغه كل يوم بتقلدي نفس الجمله لحد ما عرفتي معناها. صح. فعرفتي معنى كل كلمه لوحدها ومع الجمله دي اسمها ايه، معنى اللي انت بتقوليه. فبعديها بقى عندنا انترنت، فده بقى تطور كبير قوي طبعا. فاي شغف ان انت تدوري على لعب او اي حاجه، لا كنت بدور على فيديوز تانية واعمل لها داونلود عشان لما النت ميبقاش عندنا تاني يبقى في فيديوز اكتر اتمرن عليها. فضلت كده مثلا من 2012. لا انا كان عندي 12 سنه، 2015 2017. 12 سنه. 12 سنه. فكان من 2015 ل 2017 بتمرن لوحدي في البيت. حلو. بعد كده جه في الوقت بتاع 2017 اخويا سافر. اخوك الكبير اللي عارف سافر. فببعت له فيديو كان في شو بتفرج عليه، كان في مثلا 50 واحد. فانا قلدت واحده بس في الشو بخروجاتها بدخلاتها بالموز اللي بتعملها بالاتيتيود بتاع وشها. انا ما اعرفش ان كل دي دراسه، انا بقلد. فبقلد حاجه حاسه ان هي بتخليني مبسوطه وبطلع طاقه ورياضه. احنا عندنا البيت 3 ادوار، فماما طول الوقت بتبقى نايمه وهما في البيت بيرجعوا بالليل، يعني الساعه 8 9 كله رجع. قبل كل ده بقى انا بتمرن، محدش عارف. مفيش. بس ماما حاسه ان انا بخبط وبتنطط، بس اكيد بلعب او بعمل حاجه. فكنت بتمرن، تيجي الساعه مثلا 5 6 المغرب خلصت كله ورايا، فمحدش يعرف ان انا بتمرن. طب والمدرسه المدرسه كنت بروح المدرسه، وكنت من الناس اللي بتشتري كتب قبل الدراسه. مش في وقت كده في المدارس ان هم بيسلموا الكتب قبل المدرسه؟ ايوه صح.
كنت بشتريها في الاول عشان اقعد اذاكر. اوكي. يعني قصه عقله الاصبع لو تفتكريها. ايوه. كنت انا جبت الكتاب وقراتها وخلصتها وعرفت ان هو كان نايم. فضلت طول الوقت في المدرسه لما اروح، عارفه العيال الغلسه اللي بتحرق لهم. الافلام، انت عارف كل ده نايم اصلا، ده مش حقيقي. فكنت بخلص بقى كل الحاجات دي قبليها، وكنت بحب الدراسه جدا لحد ما جت 2019 كان اول مره انزل من البيت واروح استوديو. وكنت اول مره اكتشف ان في ناس غيري بتعمل ده. اوكي. اكتشفت ان في كوميونتي. مين بقى اللي قالك تروحي استوديو ولا كان ساعتها اخويا الكبير كان سافر دبي، فبعت له فيديو وانا بتمرن في البيت وكده، فبعته لاخويا التاني اللي هو موجود هنا اللي هو كيفن. اوريدي دلوقتي هتلاقي كل الفيديوز الناس اصلا تحسبنا مرتبطين لحد دلوقتي، بس هو اخويا. اوكي. شاف الفيديو، ما كانش يعرف ان انا غير ان انا سارقه التيشيرت بتاعه، فترجم ان دي انا. اوكي. بعد كده رجع قال لي على فكره انا شفت ده، فانا ساعتها كسفت جدا، فكره بقى هيزعق او حاجه، لانه هو اتبسط وازاي ان انا عملت ده. واو. هو ما كانش متخيل ان انا هحفظ الفيديو، كل فيديو كان 10 دقايق. فكره ان انت توزعي النفس بتاعك ل 10 دقايق ده كتير جدا طبعا. يعني الدانسر البروفيشنال بيكون عامل حاجه صعبه جدا اخره 4 دقايق. بس طبعا انا ما كنتش بعملها احسن حاجه برضو زي دلوقتي، بس موزعه نفسي ل 10 دقايق كلهم. فبعديها كان جاي ورك شوب لحد من بره، فانا ما كنتش عارفه ان هو موجود، بس انا اخويا قرر انه يعمل لي مفاجاه ويوديني الورك شوب ده. طب حلو قوي. فرحت، كان اول مره اشوف ان في كوميونتي وفي كتير. فايه ده في ناس غيري بتعمل ده. وكنت انا الوحيده ساعتها المحجبه، والموضوع ما كانش منتشر ساعتها قوي. حسيت احساس غريب، بس كلمت اخويا فيه قال لي انت عندك قرار، انت دلوقتي عندك اتيتيود وكاركتر، يا ناس تتقبلك بيه يا انت تمشي على راي الناس. قال لي بس انت بعد كده لو مشيتي على راي الناس ان انت تقلعي الحجاب، عشان انا بقى لي مثلا 10 سنين لابساه وانا صغيره جدا في اخر 6 ابتدائي مثلا. فقال لي لو قررتي ان انت تغيري من نفسك عشانهم، فانت بعد كده مش هتعرفي ترضيهم، لان انت لو في 100 شخص حواليكي عنده راي، هيبقى في 50 راي، في 20 راي مختلف عن ال 50، في 10. فانت لازم يبقى الكاركتر بتاعتك وال100 يتقبلوكي يا لا. وفي نفس الوقت كان ساعتها ده قراري، ان انا شفت الحاجه دي وحاسه انها مختلفه. فقال لي احنا ربنا نفسه كلنا مش متجمعين، مش كلنا نفس الديانات، فانت ما تستنيش ان انت تغيري من نفسك للناس، فانت لازم تبقي نفس الحاجه. كده كده محترمه نفسك، بس اللي يتقبلك يتقبلك، اللي ما يتقبلكيش لا. اوكي. فرحت الورك شوب ده، كنت اول مره اشوف الشخص، اول مره اشوف الكوميونتي، وكنت مجهزه رقصه اوريها له. اوكي. انا ما اعرفش ان الرقصات اللي انا عامله لها كوبي بتاعت صاحبه، فهو عارفها. فلقاني بعمل الدانسز بتاعت صاحبه، فسلم عليا وقال لي برافو وبتاع. روحت بقى عندي بوش، ده خلاص انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا اتمرن. دي حياتي، ده خلاص دي حياتي. اوكي. وما كانش برضو عندي بوش ان انا متضايقه ان انا ما بنزلش كتير، بس لما كان بيجي حد من بره كان ببقى نفسي اروح، بس الورك شوب كانت بتبقى غاليه جدا. اوكي. كنت بقعد اتفرج بقى، وان انا كان نفسي ابقى وسطيكوا وبتاع، بس ده كان عادي. كنت بقوم اتمرن واتخيل نفسي وسطيهم واقعد اقلد الموفز اللي هم بياخدوها. يعني انا مش متضايقه، انا بعرف احط نفسي ان مود. بحس ان انا مفيش استسلام. مش استسلام، انا اصلا حمدت ربنا اني رحت حضرت ورك شوب، ما اتضايقتش ان انا ما روحتش تاني. فبعديها جت فتره الكورونا، واخويا دخل الجيش التاني، واخويا ستيل الاولاني في دبي. فكان اخويا شغال في مدرسه انستراكتور لكيدز، اوكي، عدد كبير. فساعتها لما دخل الجيش كلم المديره اللي هناك، قال لها انا اختي هي اللي تقدر تعمل سابنج مكاني. حلو قوي. هم الاول مش واثقين فيا، ده طبيعي، ما عرفوش انا مين او هدي ايه وبتاع. رحت بقى اشتغل هناك، اتعلمت فيهم، قعدت مثلا 3 سنين معاهم من 2020 ل 2021 و22 لحد ما جيت كسبت ريد بول. كنت كل ده بتعلم فيهم. اوكي. يعني انا عندي كلاس كل اسبوع مره، اقعد اتمرن طول الاسبوع عشان اروح اديهم كلاس كل مره احسن من الاول. اوكي. لان انا عايزه اتعلم عشان اعلمهم. فده كان بوش بالنسبه لي كويسه، وده اللي خلاني اتزق اكتر ان انا اعرف الموضوع ماشي ازاي. فبرضه في نفس سنه 2020 كان في كومبيتيشن ان انا لو كسبتها هروح احضر شهر فور فري مع حد هنا اسمه زياد علي. بس زياد علي مش موجود هنا دلوقتي، يعتبر ده من الناس اللي فعلا اول الناس علمتني، او الناس اللي اسستني وعرفتني يعني ايه هيب هوب وفاونديشن. عرفت انا كنت انا الوحيده اللي بروح بنوت بوك. يقول لي هو انا ملاحظ انت الوحيده جايه ورقه وقلم، انت لو كتبتي على اليوتيوب اللي انا بقوله هتلاقي الحاجه باسمائها عادي. عايز اقول لها انت مش فاهم، مفيش نت، مفيش اي حاجه، انا جايه الشهر ده فرصه بالنسبه لي. لحد ما الشهر خلص وكان بيحضرني عنده عادي. يعني كنت بحضر له كل اسبوع وكده. ده اتعلمت منه حاجات كتيره قوي، وعرفت ان في يعني الستايل بتاع الهيب هوب ده دراسه كبيره جدا كانها لغه.
كل نوع ستايل لغه بتدرسيها بالكالتشر بتاعتها، باساسها فين، بكل موف زي كل كلمه ليها معنى. تحفه. بعد كده قعدت فتره قررت بقى خلاص ان انا اكون كوريوجرافر، لان انا بحب كل حاجه، بحب الشرقي الشعبي كل حاجه انت متخيلها، وبحب ان انا اقعد اصمم اطلع انا حاسه ايه على الاغنيه. اوكي. فجت سنه 2021 خلاص، كنت اول سنه اشتغل فيها انستراكتور، قعدت اسبق قصاد مكان ناس كتير قوي لحد ما بقيت الناس اللي انا بروح لها سابنج بقت تحب تحضر لي. حلو. فدي بقت مسؤوليه اكبر طبعا. لان دلوقتي اللي هيحضر لي مش طفل مش ده فاهم حد حاجه، ده متخصص. حد كبير، فرايه اللي هيقوله فيا الناس هتاخده. فبقيت اتمرن اكتر واكتر عشان اعمل. فالدراسه بدات ايه، كنت بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ ملهاش علاقه بكام ساعه، بس انا كان عندي مسؤوليات كتير زي البيت، الحاجات اللي بنجيبها للبيت، التنظيف، الدراسه، الماما، كل الحاجات دي كانت مسؤوليات. فكنت بفضل بالليل اقعد اتمرن طول الليل طول الليل واتمرن من غير رولز، يعني انا مش عارفه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس انا بتمرن. اوكي بتمرن رقصه اشوفها اقلدها، حركه معينه اقعد اتمرن عليها، تمرينات معينه، فلكسبيليتي اقعد اتمرن فلكسبيليتي كتير قوي، لان هي الحاجه دي ممله قوي بس مش اي حاجه تعمل اعملها. يعني انا طول الوقت بحس ان لما اقوم من النوم جسمي وجعني انا اتمرنت، فبقوم بتمرن طول اليوم. كنت بصحى في الوقت بتاع رمضان 2020 او 21، كان التسريحه عندي اصحى من النوم انا نايمه في وشها، اصحى من النوم احط السماعات اقعد اعمل كل يوم نفس الحاجه من غير ملل، حتى لو الفري ستايل بتاعي وحش او انا مش عارفه هو وحش ولا لا، مش عارفه صح ولا لا. واحنا بنحكي الحكايه كده تبان سهله، ستيبس، وده ساعدني أيوة وده ساعدني مش عارف ايه. ايه. في اكيد شويه مشاكل، خلينا أكيد. نتكلم عن الاشهر. خلينا نجيب المشاكل اللي هي ايه اصلا، عشان الناس دايما لما بتشوف حد ناجح بتفتكر ان هو عمل فيديو فطلع ترند فهو بقى ناجح وجاب فلوس. لا هو رزقه جاله بعد كل ده، فربنا كرمه هنا عشان يظهر، ده الوقت اللي يستاهل انه يظهر فيه. برافو عليكي. فدلوقتي البيت كان موقفهم ايه؟ اخوكي ده واخوكي ده كانوا موافقين؟ حلو. انا اولا بنت وحيده، اصغر واحده، البيت كله ولاد، اوكي، عمامي وخلاني كلهم جايبين ولاد، يعني بنت في العيله دي قليله اصلا، يعني عدد البنات في العيلتين الاب والام قليلين. فكان اخويا الكبير واللي بعديه كانوا بيسبورت مي عادي جدا، بس كانوا بيرفضوا ان انزل. يعني يرفضوا ان انزل عشان عارفين ان في الدانس كوميونتي، طبعا احنا في دانس كوميونتي مش دار الكتب يعني، فعارفين ان في ناس كتير مش كويسه. فكنت بقعد اعيط كتير قوي ان انا كان نفسي انزل قوي واتصاحب عليهم ويبقى عندي صحاب دانسرز قوي. طبعا ده دلوقتي بحمد ربنا انا ما نزلتش وما صاحبتهمش، فكان عندي احساس بالوحده كبير قوي. ده كنت بشبعه بالتمرين، وبرجع لنفس البوينت، ما بعرف احط نفسي مود. يعني انا عمري في حياتي ما تخيلت ان انا هنزل كومبيتيشن او هطلع اون ستيج ده كان حلم حياتي. كنت اتخيل ان انا اون ستيج واتخيل الناس بتسقف لي حتى وانا واثقه ان انا بعمله حلو. هو كان وحش جدا بالنسبه لدلوقتي، بس انا واثقه ان انا بعمله حلو. ما كنتيش عندك خوف من ان انت تظهري قدام الناس؟ لا عندي خوف طبعا، ده انا فضل عندي حتى لما كسبت ريد بول الخوف زاد، ان انا الهيد كومنتس بقت تخليني ان انا لما اظهر احس ان انا اطلع اون ستيج الناس هترمي عليا طماطم بقى والحاجات دي. الصعوبه اللي قابلتها كان عندي روماتيزم، وكان عندي نقص كالسيوم كبير قوي، وانا ما كنتش باكل كويس فتره كبيره، ومع تعب ماما وبتاع والحاجات اللي انا كنت فيها ما كنتش باكل خالص. كان اكتئاب وتوحد وحاجات كتير، وتمرين شديد جدا. تمرين شديد. كان في فتره اللي اخويا كان في الجيش والتاني كان طول الوقت بيجي متاخر، والكبير كان في دبي. كان عيني كانت عامله زي نكون معبيه اكياس ميه، مفيش حد يعرفني، يعني محدش يعرفني ولا اعرف حد ولا دانس كوميونتي. واصحابي طبعا بدات دانسينج فسبوكي باي باي. دي تاني مشكله، ده كل ده في سنه واحده، سنه 2020 دي كلها، والسنه دي كانت كل الناس قاعده في البيت بقى. فخلاص انا بقيت قاعده في البيت، ما عنديش حاجه اعملها، مفيش صحاب اكلمهم غير 2 3، معيش موبايل اصلا، يعني ما معيش موبايل، وقاعده في البيت ومفيش حد. وبابا طول الوقت، بابا من الناس القديمه قوي فما يعرفش اي حاجه. يعني بابا كان اول مره يشوفني برقص كان السنه دي في الكومبيتيشن بتاعت السنه دي. بتهزري؟ لا وما نزلت بيقول لي عملتي ايه، بقول له خسرت. قال لي ماشي، قام رامي الورقه في الميه، يلا نروح. كانش عنده مشكله عشان هو خلاص بقى واثق فيا، بس في الاول ما كانش هيفهم ده. ايوه يعني هو انت لو كنت عملتي في الاول كان لا طبعا ما يعرفش، اخواتك بس اللي عارفين. بعد ما نجحت وبقى يشوفني في مره، كان اول مره لما عملت اعلان تورته، فشافني في التلفزيون، كان هو قاعد على القهوه شافني، رن عليا قال لي انا شفتك في التلفزيون. قال لي ومحجبه، او كان مفكر بقى ان انا بخرج بره وبتاخر بقلع الحجاب بره بقى وبعيش حياه، بروح كباريهات وبرجع لابسه الحجاب وراجع تاني، هو بيشوف ده فهو ما يعرفش. لكن لما لقاني طالعه في التلفزيون بالحجاب
واثق انبسط. بقى، قال ايه ده هي في البيت، هي بره. فلقيته بقى واثق فيا اكتر. طب وعمامك وخلانك والجيران والصحاب كان دي كلها في نفس السنه، اوكي. خصموني كلهم كلهم بلا دلوقتي؟ استثناء. دلوقتي بعد ما اتشهرت، ايوه. يعني حد من خلاني بعد ما لقى ان حد من معايا في الشغل بيتفرج على الفيديو ليا، دي بنت اختي وجه صالحني. بس ما بقاش عندي مشاعر ليهم زي الاول بصراحه. يعني السنه بتاعت 2020 دي كانت كابوس في كل حاجه، اكتئاب، رجلي ما بمشيش، الروماتيزم يعني مثلا والنقص الكالسيوم لما كنت بمشي كانوا يتنوا. حتى تلاقي فيديوز عندي قديمه قوي من 2018 مثلا كنت بربط رجلي، تلاقي رجلي مربوطه وواقفه بعمل تمارين. ف... فبس كانت فتره بقى ولا اصحاب ولا اهل ولا تليفون ولا اي حاجه. انت مش حاسه بكارير. انت بس كل اللي انت بتعمليه مسيفه شويه فيديوز وبقوم اعمل وبتتمرني هي عليه. يعني الفكره ان الوقت ده كانت هي وكنت اخر بقى الكورونا بدات اعمل فيديوز على تيك توك. اوكي. فنزل فيديوز ريتش ما كانش عالي، بس كان في ناس بتزق معايا ان هي تخلي الفيديوز تجيت فايرل، تقولي على افكار اعملها. شتايم كتير بقى، كانت الشتيمه ساعتها بتبقى على قلبي تقيله قوي لما كنت باخد شتيمه. اللي هو لا انا مش كده، واقعد برد ردود طفوليه شويه. بعد كده لما جت فرصه بعد الكورونا ان انا تيتش وخدتها مسؤوليه، بعد كده بقيت انستراكتور في استوديو اللي انا ستيل فيه لحد دلوقتي. بقيت مسؤوليه اكبر. بعد كده جت مسابقه ريد بول دانس ستايل 2022. اوكي. يعني انا قبل 22 كان كل الجيرني دي موجوده، التعب والرجلي والمدرسه والناس اللي مش موافقه اللي انت بتعمليه، واصحابك اللي بيقطعوكي، واهلي المقاطعين، كل ده موجود. المجتمع بقى طبعا، المجتمع كل ده موجود. وان انا ما بروحش خلاص ثانويه عامه. والحجاب، هل الحجاب وقفك في هو ما وقفنيش انا، لان انا ببقى شايفه ان انا كده لو لغيت الاكونت بتاعي السوشيال ميديا وقاطعت الناس كلها، لان ده مش هيفرق لي، هرجع ارقص في بيتنا فمحدش هيشوفني، فمحدش هيحط رايه فيا. فالموضوع ما كانش فارق لي قوي. يعني متقبلني مش متقبلني. لكن ما وقفش في طريقك كانستراكتور في مكان، او ان انت تطلعي ايفنت؟ كان مختلف. يعني الناس كانت عندها احساس غريب بس بتحبني، يعني حبهم ليا وان هم ياتندوا الكلاس بتاعي، ده كان محسسني اني عادي. بس ما اخرجش بره الاستوديو بتاعي. اوكي. يعني الاستوديو اللي انا فيه هو اللي كان مديني الثقه في نفسي ان انا اتيتش واطور من نفسي. ولما جيتي تدخلي ريد بول بالحجاب كان ايه الوضع؟ يعني لما جيتي تقدمي على المسابقه حسيتي بمشكله ولا كان تمام؟ ما حسيتش بمشكله. انا اصلا كنت مبسوطه ان انا هروح ابقى وسطيهم. اوكي. يعني انا كنت رايحه كل اللي فارق لي ان انا وسطيهم. الله، انا بقيت واقفه معاهم. طبعا جزء مش متقبلني، جزء شايفني لحد دلوقتي، في جزء من الكوميونتي كله شايف ان انا مش ريل دانسر بقى لحد دلوقتي، ومش احسن حاجه، وان انا ما كانش استاهل ان اكسب ريد بول. بس كده مش فارق لي. بس عارفه ان انت كده ناجحه. مش قصه اصل عارفه ان انا ناجحه فانتوا لازم تشوفوا المنظر ده. لا بس في ناس شايفه ده وفي ناس شايفه ده، فده رايي. بس انت عايزين نشرح للناس ايه مسابقه ريد بول عباره عن ايه، عشان برضو في ناس مسابقه ريد بول ان انا بروح الاول الاوديشن، بيحطوا ماركتنج للاوديشن يوم كذا. فرحت الاوديشن ساعتها وكان في اكتر من 60 واحد. اوكي. لقيت اختاروني من التوب 32. فالتوب 32 بينزلوا يلعبوا بعض وياخدوا التوب 16 اللي هيلعبوا بعض في الفاينل، بعد كده واحد هيكسب. اوكي. طبعا لما اختاروني من 32 ده انا كان فرح يوم فرح. وقاعده بقى مبسوطه عماله ارقص شعبي بقى انا مجنونه دلوقتي. اوكي. وما اعرفش ان هو يختارني من التوب 16، اختارني من التوب 16. هعيط بقى. مش مصدقه نفسك؟ مش مصدقه نفسي. حاسه ان هو انا مش مصدقه ان انا قويه. عشان مديه اتيتيود ان انا لسه في اوضه، لسه ناقصني، لسه الناس دي مقفوله الدنيا، انت مش عارفه، ما فيش اي فيدباك، ما فيش حد بيقول لك ده صح وده غلط. ده غلط. انا ما اعرفش اصلا نازله، ما اعرفش ان ده صح. اوكي. فكنت واقفه وسطيهم، ببقى شايفه ان هم اتعلموا، عندهم استوديو، بينزلوا، عندهم صحاب، فعارفين. أوكي. مش عارفه. اوكي. وعندي على فكره نفس الحوار ده لحد دلوقتي، يعني بستنى لما معلومه جديده تجيبني. تجيلي فبتمسك بيها. فبعديها اتقبلت من توب 16. فرحت البابن سي اللي هو كان اللي هو اللي كان بيعمل اوديشن. هو الجادج. قال لي انت عندك الهيد قويه قوي وبتعرفي تغيري الستايل بتاعك، يعني تعرفي تعملي كذا ستايل وعندك كذا فاونديشن. حلو قوي. وانا مش عارفه حاجه ده بالحب على فكره في الاوضه. انت تعرف ان انا ما اعرفش. يعني تعرف ان انا كنت الكلام ده كتبته. كان عندي عارفه الاجنده اللي هي بتجيبيها بتاعت السنه. عندي يوم من اول الاوديشن لحد يوم ريد بول كاتبه يومي كان ماشي ازاي. ففتحت النوت بوك دي من شهر، لقيت ان انا كاتبه رحت البابن سي وقال لي كده، وانا ما كنتش مصدقه واتبسطت قوي واداني ثقه في نفسي اكتر وعيطت كاتبه كل يا روحي المشاعر دي. عدى اسبوع وجي يوم الكومبيتيشن. حلو.
كل اللي في مخيلتي انا كزوبه، الله ده انا محطوطه في الحاجه دي. لكن ما حضرتيش رقصه، ما اشتغلتي ولا اي حاجه، ولا حاجه انا قاعده عماله العب اصلا. انا كنت مبسوطه. اه فرحت كسبت، معرفش برضو انا كسبت، كان عندي بعديها فرح، دخلت الحمام غيرت ولبست درس وخارجه بقول لكل الناس باي باي، ومعرفش يعني انا مش حاسه ان انا كسبت. يعني هم اعلنوا وانتي ما تعرفيش؟ اعلنوا وانا عارفه اني كسبت بس مش حاسه، مش مدركه. والهديه اللي انا خدتها اللي هو الكاس اديته لاخويا اروح بيه، وانا عندي فرح هخلص واروح اجيب الطلبات بكره من البيت، وعندي غسيل تاني يوم. حياتي يعني انا حياتي زي ما هي. حلو. فروحت الفرح خلصت لقيت راد بول نزلوا فيديو. نمت صحيت لقيت، انا بصي ما حسيتش بالنجاح غير لما لقيت لورديانا عامله لي فولو باك. اوبا وبعتها لي الموضوع كبر. بس لورديانا عارفه، عايزه اقول لك ناس كتير ممثلين، بس لقيت لورديانا وانا بعشقها. اوكي ايه ده انا نجحت، حسيت النجاح منها. انا كنت مستنيه انا دي. كنت مستنيه لورديانا. فبعديها لقيت لما الفيديو بقى يجيت فايرل، وكان في الوقت ده كانت اغنيه البخت بتاعت ويجز وبعوده يا بلادي، كنت انا حبيتهم جدا وعملت عليهم كوريوجرافي. صحيت بعديها باسبوع لقيت مصر كلها يعني حرفيا اكتر من يعني 20,000 واحد عملوا الرقصه بتاعتي عوده يا بلادي بتاعتي. واو. فده كان اكتر يوم اللي هو ايه ده، الله يعني في ناس تفتح الفيديو بتاعتي تتعلم منها زي ما انا بفتح فيديو بتاع ناس تانية واتعلم منها. فده كان امتنان مش طبيعي، وكان ساعتها فعلا حسيت لا انا بعمل حاجه مهمه بقى. عندي بقى بوينت، هي هتبقى غريبه شويه بس ما اعرفش حد هيصدقها. لا انا بغسل البيت هدوم عادي. الوقت اللي بغسل بيه بيجي لي فيه بروجكت. اشمعنى؟ طب قومي اغسلي. فاول مره جيت غسلت فيها بعد راد بول، احمد حلمي خلى المانجر بتاعته تكلمني. فانا بنشر وما تكلمني حتى الموبايل كده وبنشر بتاع، تقول لي احمد حلمي. رحت سايبه الهدوم، نعم مين؟ قالت لي احمد حلمي. انت ما شفتيش فيلم العيد اللي هو الحركه دي على اغنيه الحركه دي؟ انت اللي عاملاها؟ ايوه هو اللي عامل رانينج مان، انا كنت معاه. بتهرجي؟ ومنزله صوره كده، بس انا ما كنتش فاهمه ان انا عشان اما اروح دلوقتي الناس عشان ماركتنج ان هي تثبت ان هي انستراكتورز كانت بتصور ريلز وان هي واقفه جنب المغني. ما كنتش عارفه. انا خدت اخويا معايا اصلا. انا بقول لك انا مكسوفه. رحت هناك هو بيكلمني انا. واو. فانا قاعده حاطه ايدي وسط رجلي كده، هو بيكلمني بقول له حاضر يعني، مش بص هو قاعد هنا وانا قاعده هنا حاضر. فانا مكسوفه قوي ومش مصدقه يعني، برضو مش حاسه لسه، مش مدركه. اوكي مش مدركه. وكان عندي 19 سنه ساعتها، صغيره قوي. فبعديها برضو جيت بعديها انشر، كان اول اعلان يجي لي. اوكي. كنت اول مره اعمل البراندنج بتاع هدوم برضو، وانا بغسل برضو هدوم كده. احنا نقوم نغسل، احنا نقفل احنا نغسل احنا كل اسبوع عندنا غسيل. عندنا غسيل. فبس فدي كان بوينتس، كانت اول مره يكلموني. كنت مثلا الكلام ده مش واضح على مش واضح. انا عايزه اقول لك يعني كنت اول مره اشوف بحر كان بعد ما كسبت ريد بول، اتعزمت اصلا ان هم يسفروني اشوف بحر. فانا كان بالنسبه لي ايه ده، انت بنوته مصريه اصيله قاعده في في حاجات كل حاجه اتفتحت. الناس شايفه ان هي طرقت معاها وهي كانت لابسه الحجاب ومش عارفه ايه، وان هي كسبت فاتشهرت فمش عارفه. عايزه اقول اسكت، انا اول مره اشوف بحر انت مش فاهم. سيبني اشوفه وبعد كده تشير انت اعمل اللي انت عايزه ماليش دعوه. وكان برضو كان بيبقى عندي مشكله في السفر عشان ماما ما ينفعش تسيبها لوحدها في البيت اكتر من يومين او حاجه، لان طول الوقت قاعده لوحدها. طبعا عيلتي هي خسرتها معايا عشان لما هم ما كانوش متقبليني فهي اتخاصمت معاهم معايا يعني. وقفت معاكي في صفي احلى حاجه ان البيت كان سبورت. احنا استيل لحد دلوقتي طول الوقت اي حاجه بنعملها بنبقى بنسبورت البيت يعني، عشان نعيش عيشه احسن، نبقى احسن بكتير، نطور من نفسنا، نطور من الحاجه الكواليتي اللي احنا عايشينها. كل الحاجات دي طول الوقت اي حد فينا بيطلع بيبقى بيسبورت الحته اللي عنده جوه. حلو قوي. فهي طبعا لما خصمتهم فكان خلاص الوقت بتاع ريد بول ده. وكان في حد منهم بيشتمني يعني، كان حد من عيلتي بيشتم على اللي بيشتموا. دلوقتي صالحني عادي، بس مش فارق لي يعني. انا كل ده شايفه ان هو خلاص ربنا اراد ولفت الدنيا ورجع تاني، بس انت مبقاش في عندك مشاعر زي الاول. صح. يعني انت لو جيت زعلتني هرد عليك زي اي حد غريب، مش هعيط زي الاول. فبس فبعديها بعد بقى كنت اول مره صيف، اول مره اسافر. كان من الجيرني دي اللي لو تفتكر من 2017 لما اخويا كان بيشوف الفيديوز لحد 22 كان كل ده في دبي، كنا ما شفتوش. وده اللي كان مخليني بدا، وده طول الوقت اللي مكمل معايا لحد دلوقتي. ولما بتمرن بكلمه والحاجات دي كلها، هم كلهم بيساعدوني، بس اكتر حد برتاح معاه في كلامه هو الكبير. فجيت بقى خلاص عايزه اسافر، معايا فلوس بقى خلاص هسافر ان انا هروح اشوفه.
رحت وقابلته بتاع، كنت محتاجه الفتره دي جدا. رجعت قعدت فتره، او اخويا قال لي انت لما طول الوقت تحس الناس بتسقف لك هيبقى عندك يعني زي ثقه كده ان انت كويسه. اوكي. صدقتها لحد ما السنه خلصت. وكنتش برضو باكل كويس، وكان في زحمه كتير قوي لحد ما الماسلز بتاعتي كلها وقعت. خسيت جامد قوي، كنت مثلا حاجه و50 كيلو، وانا في العادي المفروض انا مع طولي يبقى حاجه و60. اوكي. وضعفت جدا، ما كنتش بتمرن طبعا. كنت طول الوقت شايفه ان لو نزلت فيديو جيت فايرال كده انا بقويه. بدات تحصل حاله كده من الثقه وسبت الزياده. خلاص ثانويه عامه. انا ما سبتهاش بس أنا عشان ما عنديش هدف منها، وخلاص قررت ان تبقى وظيفتي ان انا اكون انستراكتور في استوديو. اوكي. وفلوسه كويسه. ودلوقتي السوشيال ميديا، انا ما كنتش فاهمه ده في الاول، بس السوشيال ميديا لما بتكوني انفلونسر وبتنفلونس الناس والناس تثق فيكي فتبداي تعملي ماركتنج، فده فلوس. فخلاص انا قررت ان تبقى حياتي كلها تبقى مش بحب السوشيال ميديا بصراحه، بس ان انا اكون بطور من الدانس كوميونتي بتاعتي. اوكي. ما حسيتش ده غير لما السنه اللي بعديها جت وخسرت من ريد بول. انا ما فرقليش الخساره قد ما انا ساعتها ايه ده، انا ضعيفه. انا عايزه اشتغل على نفسي ثقتي تاني. في نفسي والناس اللي تعرفني ده ولا حاجه. يعني لو كل الناس عارفاني بس انا ضعيفه، ده مش معناه ان هم يعملوا لي فوت. ده اللي انا حسيته. كنت ساعتها قبل عامليها بشهر عامله عمليه. كنت عامله عمليه وكنت فاقده حاسه الشم. كنت بروح احضر عند الدكتور ساعه كل اسبوع عشان يعلمني ازاي اعمل شهيق وزفير. كنتش بعرف اعمل الوظيفه دي. انت كميه حوارات. السنه اللي فاتت لما كنت في الكومبيتيشن الناس شايفه وشي، هي حاسه ان انا تعبانه ودايما طول الوقت ما بحطش ميك اب بصراحه، فوشي كان باين تحت عيني. فكنت كنت ساعتها قبليها باسبوع بالظبط عامله عمليه. كنت فاقده بقى كل الكالسيوم، ما كنتش بقدر انزل على الارض. يعني الناس لو تعرفي عقباوي مثلا الناس ما اقدرش انزل. فحضرت الكومبيتيشن عادي، لقيت نفسي ضعيفه، عامله عمليه، نقصت ماسلز كتير. فقعدت بقى فوكس ازاي ارجع حياتي دي. وان انا كنت الفتره دي كان كل الفوكس بتاعي ان انا عايزه اعزل من المنطقه، لان المنطقه بقت بتضايقني في الشارع، بيضايقوني جامد قوي. مثلا معديه يحدف تحتيها صاروخ، ايه ده؟ يشتمني. ايه ده؟ انا راجعه الفجر، التصوير بيبقى في كذا معاك، راجعه الفجر يرمي كلمه. وانا مش هقدر ادي اتنشن، مش لازم احسس بابا ان في مشكله عشان ما يحصلش خناقه، واخواتي مسافرين. فكان لازم اعزل، كان كل الفوكس ان انا اعزل، اطور من حياتي، اتمرن. فالسنه بتاعه 23 دي هتلاقي كلها انا مختفيه من السوشيال ميديا. ايوه كنت حتى الحاجات الكبيره كان اعلان، فانا ببقى شايفه اعلان جالي ده رزق حتى لو ايه. والريتش عندي وقع وده ما فرقليش بصراحه، وشايفه ان انا ما يوقع. يعني حتى انا حياتي بالريتش او من غيره هي حياتي الاساسيه. اللي هو ان انا اكون بصلي. السنه طبعا بتاعه 22 الزحمه اللي فيها طبعا ان انا ما اصليش، فعلى طول الوقت بحس ان انا ناقصني حاجه. انت قلبك مش بيبقى قاعد مرتاح، وطبعا بيعمل فرق مش طبيعي في اليوم لما انت تكوني بتصلي بتفوكس على حياتك. يعني انا لو هفضل طول حياتي بتمرن وبصلي واشوف شغلي اللي هو من غير السوشيال ميديا، حسيت اني مرتاحه اكتر من البهرجه اللي انا كنت فيها. جيت السنه دي دخلت برضو الكومبيتيشن، ما كانش فارق لي اي حاجه ان انا كنت قبليها عامله 100 يوم تمرين. 100 يوم بالظبط، خلصوا قبل الكومبيتيشن ب5 ايام. كل يوم اقوم اتمرن. الراحه كانت 30 يوم من 100 اللي هو الايام اللي في النص. اربي ماسلز، اكل كويس، مش اي حاجه غير ان انا بشتغل عشان اكفي البروتين بقى، شكل الحاجات دي دخلت فيها فدي مصاريف طبعا. اشتغل اصرف على نفسي عشان ابقى اقوى. دخلت الكومبيتيشن السنه دي، خسرت برضو، بس كنت مبسوطه جدا ان انا شفت الفيديو بتاع السنه اللي فاتت والسنه دي في فرق مش طبيعي، في تطور. يعني عايزين نقول للناس انه ما تخلوش برضو النجاح قوي السوشيال ميديا هي اللي يعني عشان انا بقيت عندي مليون والمليون بيحبوني انا كده ناجحه. بقى لازم اشتغل على نفسي. حتى لو انا عارفه يعني هقول لك على حاجه، كل واحد عنده 24 ايراد مثلا، كل واحد ال 24 بتاعه غير التاني. صح. لو انا عايزه احط نفسي مكان بطل عالم هخسر حاجات من اللي عندي. يعني انا مفيش بطل عالم شفته، يعني في واحد مثلا بطل عالم في الباركور من فلسطين شفته في دبي، اخويا قعدني معاهم قال لي ده جزائري، ده من فلسطين، ده مش عارفه ايه، ده خسر عيلته، خسران عيلته وعايش لوحده في دبي، بس بطل عالم ما عندوش اي حاجه يعملها غير ان هو يتمرن. انا بحس ان هو حياته كلها ال 24 كلهم جايين محورين في التمرين بس. فاوريدي هو مسلم حياته كلها للتمرين فنجح. انا حياتي في بيت، شغلي، عندي مسؤوليات كتير، غسيل ده بياخد وقت، انا الحوار ده ده اهم حاجه الغسيل. فمسؤوليات، صحاب، شغل، كل ده محور تمرين.
عملت كرو في 2023. كان سبب ان اعمله كنت موجوده في ساوث افريكا، ولقيت كان كرو بحبه جدا اسمه كنجس. حضرت الورك شوب بتاعه. طبعا ساعتها برضه انا بحضر الورك شوب ما عنديش ثقه ان انا شكلي زي الناس اللي بره. لقيته جه يسلم عليا، وكان اول مره اشوف واحده محجبه قويه، ودي حاجه خلتني كنت اعيط. ولقيته بيقول لي تعالي احضري لنا في لوس انجلوس. فبقول له الموضوع بالنسبه لي صعب ان اجي لك. قام مسلم عليا بايده قال لي هتجيلي. تساليش ازاي؟ قال لي هتجيلي. في ساعتها اتبسطت وقعدت اعيط. وكنت لما بشوفهم ماشيين مع بعض از كرو بيقعدوا ياكلوا مع بعض، بيتحركوا مع بعض، لما مثلا حد فيهم هو الكبير والانستراكتورز، وحد ماسك له الصوت، حد بيصوره، حد بيطلع له ماتيريال، حد بيساعده، فكره الكرو عجبتني. فرجعت عملت كرو. كنت موجوده في مسؤوليه كبيره قوي. مسؤوليه كبيره طبعا. فانا الكرو اللي انا عملته كنت كلهم معايا في نفس المجال، وكلهم يعني زي ما تقولي راسهم براسي. فكنا الكرو كانت قصته ان احنا نبقى اصدقاء، بس انا عايزه اعمل فكره. فازاي انت هتعملي فكره وانا موجود؟ ليه ما اعملهاش انا؟ ليه ما اعملهاش انا؟ ليه ما اعملهاش انا؟ فكل واحد ند كده اداني علامه على قفايا بصراحه، اتعلمت منها كتير. وما كانش هما برضو السبب، كان الكوميونتي. يعني خلاص انا دلوقتي بقيت محطوطه ان انا يعني انت كومباتيتور ليا، وانا مش فاهمه ليه كومباتيتور. فاكتشفت ان انا كوريوجرافر، لو اي كوريوجرافر تاني هبقى انا كومباتيتور ليه. انا مش فاهمه بقى ان انا كومباتيتور. انا شايفه انا طالعه برقص عادي، انا واخده الموضوع انا بحبه. انا بحبه وبعمل اللي انا عايزاه. وبصراحه ببقى شايفه الموضوع رزق، حتى لو انا ضعيفه ولو انا مش احسن حاجه، بس جت لي حاجه كبيره، ده رزق. انت في مقوله كده دايما بتتقال، يا بخته اللي الباشن بتاعته بقت هي اللي بتجيب له فلوس. طبيعي، بس برضو في ناس بتبقى شايفه انا كبير وقديم وجميل وامور، انا اللي اخدها. لا مش قصدي كده. انا قصدي انه يعني دي حاجه حلوه، انه اي ثينك ان انت يو جوت موتيفيتد طول الوقت بسبب ان انت دي الباشن بتاعتك. دي الباشن، دي الحاجه اللي بتبسطني، وانت بتعمليها عشان بتحبيها. انا سبت شغل كتير قوي، عايزه اقول لك سبت شغل، يعني انا اشتغلت في كل الاستوديوز في مصر كلها. سبت معظمها. انا اصلا جايه بعمل حاجه اللي تحبها، هتقرفني اصلا. طب والبيزنس والفلوس؟ بصي انا بصراحه خلينا متفقين ان ساعتها كنت في ثانويه عامه، كنت بصرف على نفسي في الحاجات دي كلها. فكان يعني دلوقتي الموضوع بقى احتكار، هتشتغل عندي مش هتشتغل عند حد تاني دلوقتي. وانا واخواتي عندنا حته مش ملناش كبرنا ربنا وكل حاجه كبرنا ربنا، بس انت مش جايبني عشان سواد عيوني. انت جايبني عشان انا قويه واحنا مش صحاب. تقوليش ان احنا صحاب وفريندلي، انا ما اعرفكش، دي تالت مره اشوفك او اشوفك في حياتي. فليه؟ فهتديني مثلا 1000 جنيه في الشهر مثلا، دي بالمواصلات ولا من غيرها؟ عشان هعرف ايه. انا كنت صريحه، صريحه. فلما ابتديت امشي واشتغل في مكان واحد واشتغل فريلانسر اكتر، تنكا ماشي تنكا، انت ما تعرفش اللي ورايا، وانا مش هشتكي لك ومش هقول لك ايه اللي ورايا ولا ايه المسؤوليات اللي عندي، عشان انا مش عايزه اصعب على حد. انا لو هقعد في بيتنا مش هشتغل، بس مريحه دماغي، ما حدش ليه كلمه عليا، احسن. ايوه بس انت لما بداتي من 12 سنه تعملي الكلام ده، ما كانش في دماغك انه يتقلب بزنس؟ ما كانش في دماغي. التويست بقى يعني من هوبي ان انت مبسوطه وكوميونتي والله تحفه وانا بعمل حاجه اللي بحبها، لانها بدات تجيب فلوس. دي كانت امتى وكان احساسك ايه؟ بدات تجيب فلوس لما اشتغلت مكان اخويا. وكان ساعتها في الجيش وكده، فكانت الدنيا صعبه، فكانت الفلوس كنت بروح اعملها عشان عارفه ان الدنيا صعبه. حلو. بس كنتي مبسوطه؟ كنت مبسوطه لما صدقت اروح ابقى انستراكتور. وببسط لما انا اي حاجه قيمتها انا بفرح بيها. الناس اللي بتبقى شايفه ان الحاجه دي مش من قيمتها ما بتتبسطش من اي حاجه، طول الوقت مش بتبقى مبسوط. انا دايما صباح الفل، انا اي حاجه بتبقى جايه لي ما دام جايه باسمي هتبسط، لان ربنا فاكرني، خلاني جيت على انتي فكرتي فيا، ربنا خلاني اجي على بالك فتجيبيني، فاهماني؟ فمبسوطه. احنا كلنا اسباب، يعني ما كلنا اسباب. فبعد كده لما بقيت انستراكتور حبيت يتقلب بزنس، لما خلاص بقى دخل، لما خلاص بقيت اصرف على نفسي، فخلاص هو البيت عندنا اخواتي كلهم مش موجودين، فانا بقيت اصرف على نفسي، فخلاص اتحطيت في دي. فلازم اطور عشان اعرف لا عادي. فلازم اطور عشان اعرف ادخل بقى فلوس كفايه تكفي بقى مصاريفي وتعليمي وشغلي واكلي. الاكل يبقى احسن، اللبس يبقى احسن، الحياه تبقى احسن، المواصلات تبقى احسن، ده طبيعي. فخدتها بيزنس. ولما بقت عدد الكلاسز تزيد وكسبت ريد بول، سبت بقى الدراسه، سبتها قرار. انا زعلانه منك في الموضوع ده. عايزين نخلصها. انا عايزه اقول لك، انا الفتره اللي كان بيجي لي فيها عدد كبير قوي من ان انا كنت بتيتش، كنت بقابل ناس كتير قوي. يعني انا في اليوم بقابل في شخص مثلا 50 واحد،
كانوا كتير قوي. كنتش برضو حاسه يعني انا لما بقابل حد طول الوقت مبتسم، طول الوقت نفس الاتيتيود، طول الوقت نفس الحاجه، زعلانه بقى مكتئبه مش عارفه ايه، ما عادي. ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتقابلني ان انا كنت في برايفت كلاس كنت رايحه اديها دلوقتي، ماي بيست فريند يعني، قابلتها، هي صاحبه شركه كبيره وشخص محترم جدا، وانا بشرح لها عيطت وانا بشرح، فهي انت زوبه كانت اول مره تشوفني، ليه بتعيطي وبتاع، قلت لها عندي مشاكل وكده. فدلوقتي بقت سابت الكلاس وقعدت انا وهي وتعرفنا على بعض، بقينا اصحاب دلوقتي، بقينا داخلين في ال4 سنين ما شاء الله. فالفكره كلها ان انا الفتره دي كانت كل حاجه شغل، كانت كل حاجه شغل، بعيدا عن المشاعر، ماليش دعوه بالمشاعر. راكنه كل حاجه ومركزه بس في الشغل عشان تطوري وتكبري اطور من البيت، اطور من نفسي، اطور من معيشه، اطور من كل حاجه. ده تفكير لحد دلوقتي، لحد دلوقتي عايزه اطور من كل الحاجات دي. فبس بعديها قلب بيزنس بعد ما سبت ثانويه عامه خلاص. فانا سبت ثانويه عامه، يعني لازم اعمل في دي حاجه، صح، انا اللي خدت قرار في ده. طب والبيت كان رد فعلهم ايه واخواتك ان انت سبتي؟ خلاص هم واثقين، انا اخواتي كده كده عارفين انا بعمل ايه وواثقين فيا. مش معترضين؟ لا مش معترضين، بس انا كان عندي مشاكل كتيره قوي لان انا ما عنديش اكسبيرينس في الحياه. يعني مثلا لو اتكلمت بنوته مقفوله بتتمرني في الاوضه او اتكلمت او عملت موقف غلط، انا مش عارفه انه غلط. اوكي. الناس مفيش كوميونيكيشن سكيلز، مش عارفه يعني مثلا انا كان عندي مشكله في الاستوديو ان انا سبت ومشيت من غير ما اقول، ما اعرفش ان ده غلط. فرجعت له تاني، المدير اتقبلت ده لان هي عارفه ان انا مش عارفه مش في غيرها متقبله، يعني انا في غيرها ما تقبلش ده، وعارف انها شخصيه قليله الذوق. فاهمه قصدي؟ اخواتي مثلا عارفين ان انا باجي بالكلام مره، تاني مره يبقى في ايه جدال، تالت مره مش هنزل من البيت. انت فاهمه قصدي؟ بس انا من الناس هم واثقين، انا لو عرفت ان حاجه غلط بعاقب نفسي. يعني انا عارفه ان استاهل. مثلا يعني انا مثلا كنت في المانيا، انا ما بروحش بقى نايت كلاب والحاجات دي، بس انا جيت في يوم عايزه اروح وكله رايح ومبسوطه، رحت عيد تاني يوم قلت استاهل، انا اللي عملت كده، والجو ساقع وبتاع وانا ايه اللي وداني وكده. فانا في نفس الوقت ببقى عارفه ايه الاضرار. يعني مثلا طبيعي انا على طول مقتنعه ان ربنا ما بيمنعناش من حاجه غير وهي غلط. يعني مثلا ما بيمنعناش من السجاير غير هي مضره بالصحه، يمنعنا منها ليه؟ فطبيعي اي حاجه غلط هيجيلي بعديها مشاكل يبقى استاهلها. فماشيه طول الوقت حاسه ان قشطه عادي ده يحصل، ايه المشكله؟ لازم دروب. انا بحس الدنيا عندك سهله من كلامك، لا مع انه هي مش سهله. عايزه اقول لك في ناس بيحصل لها حاجات، بس انا كده يعني مش مستقليه بده. لما حد بيحصل له مشكله تافهه جدا ولا انهار وبتاع، ياه الدنيا عندك صعبه قوي، يا رب مشاكل من دي. فبحس طول الوقت، بس ما بتسهلش، لان هو لو كان عدى بالحاجات الصعبه بتاعتي او كان هيقدر يستحملها كان ربنا حطه فيها بالظبط. فانا ببقى شايفه ان هو ممكن سبب الحاجات اللي هي انا شايفاها عاديه رغم انها قويه جدا، ده اللي مخليني دلوقتي واقفه على رجلي، ده اللي مخليني دلوقتي انا اصغر من نص الكرو بتاعي 30 واحد. لما بقول الصوت بيبقى الصوت تعالى هنا بيجي هنا، مش قوه مني بس احترام، انا عملت احترام لنفسي. حلو. ولو انا قلت الذوق كلهم هيمشوا. اصعب حاجه في الشغلانه ايه؟ اصعب حاجه في الشغلانه ان الناس يعجبها الحاجه. ممكن تعملي وتشتغلي على، ما انا ما اعرفش هي تعجبك ولا لا، تطلعش حلو. ده هنا في مصر بس، اعرف ان كل الحاجات اللي انا بقولها دي في مصر بس. بره الكوميونتي مختلف تماما، بره كله بيسبورت. يعني انت لو نازله بيجينر هيسقفوا لك وتحفه، انت لو بره بتشتغلي بقوتك، كل البروفيشنال اكتر هو اللي بيشتغل. هنا الموضوع مختلف تماما. هنا بالحب، ده طبيعي. الحب والاتيتيود والشغل برضو والماركتنج برضو. الماركتنج لو صح، يعني مثلا دلوقتي ممكن انا عارفاكي بقالي 10 سنين بشتغل معاكي، ايه اللي خلاني اروح اجيب زوبه حتى لو هي اقوى منك؟ نرجع للكرو، وازاي قدرتي تعملي كرو سن صغير؟ عارفه انك عملتي شخصيه، وطبعا عملتي نجاحات كتيره مختلفه والناس بتثق فيكي وكان، بس برضو صعب. بس انتي فايتر باي ذا واي، يعني انا يعني بجد ما شاء الله. انت قبل ما اقعد معاكي كنت متخيله ان القصه هتحس انها تافهه بالنضاره دي، بس لو قلعتها تحسي شخصيه تانية. فيونكه جميله الصراحه. شكرا. لا بالعكس، بس انت فايتر. فكره يعني مشاكل صحيه
ومشاكل في المجتمع ومشاكل في البيت او خليني اقول في العيله ومشاكل في الكوميونتي عشان خاطر الحجاب وانتي والصحاب اللي هو والصحاب انت رقاصه، شوفي بقى مين هيساعدك. وبعدين حاجه طبيعيه وبديهيه جدا، واحده في سنك اكيد هي الكالسيوم عندها تمام وفيتامينز تمام وتاكل كويس، لا ده انت كمان struggling في الحته دي ومع ذلك you never give up. لان انا كان عندي بوش واحده، انا عايزه اقوم اتمرن بس لحد دلوقتي عايزه اقوم اتمرن. طب ايه اللي بيخليكي موتيفيتد؟ يعني لما بتقعي، لما بتحصل، لما بيحصل تعب، لما حد بيضايقك، لما المجتمع نفسه بيعترض على التمرين، ازاي يعني تطلعي من الحاله دي؟ حتى لو وقت انا عايزه اعيط فيه بعيط وانا بتمرن. فبحس ان انا بروح للنفس. عارفه لما بيبقى ليكي ملجأ، يعني مثلا انا لما بصلي طبعا قلبي بيرتاح، ولما بتمرن بحس ان انا برجع لاول حاجه مخلتني ابدا في الاول. اوكي. وبفتكر الحاجات الكويسه بحمد عليها ربنا، وطبعا كل الحاجات الوحشه اللي بتحصل بتبني معايا ان انا ما تحصلش معايا تاني، بتعلم منها. فطول ما انا حاطه الاسس دي بالنسبه لي خلاص ببقى ده بيخليني اقوى ان الوقعه بتاعتي ما احسش بيها او الناس اللي حواليا ما تحسش بيها. نرجع للكروب. عملته ازاي؟ كنا في الجروب بتاع ريد بول بتاع 2023. فانا كنت اول مره اشوفهم، يعني ما اعرفش طبعا الدانس كوميونتي كله، وكنت نصهم ما اعرفهمش، واللي اعرفهم ان هم الكوريوجرافرز زي اللي في الاستوديوهات التانية. وما بروحش، يعني الناس بتفكر ان انا ما بروحش احضر عند كذا حد تناكى مني، لا انا عندي رهبه اجتماعيه من ناحيه ممكن انت ما تتقبلنيش حتى لو بتحبني، او ممكن تفكر ان انا جاي احضر لك فانا بتلزق. اوكي. فانا كنت دايما فوقي، حتى لما بيجي يحصل مشكله واجي اتكلم فيها بقول لها انا اصلا بعيد، انا بعيد عنك، ولا بقابلك ولا بالخير ولا بالشر، او بقابلك بالخير او بالشر، فازاي هتنك يعني ازاي من بره هكرهك يعني. فعملت الكرو، بعت مسج في الجروب قلت لهم جماعه انا نفسي نعمل كرو ونبقى كلنا مع بعض ونتمرن سوا وبتاع. كل واحد عنده تفكير واي معين في الدانسينج كان مختلف عني. اوكي. فتعلمت منهم حاجات كتيره قوي، من ناحيه مثلا لما حد، يعني اتعلقت بيهم، كان اول مره حد فيهم يمشي عشان حد تاني طلبه مش عايزه يبقى معايا، فده اثر فيا. فده اثر فيا من ناحيه اول حاجه ما اتعلقش بحد، لان كده كده لو معايا 100 مش ال100 اللي هيكملوا. صح. فدي اول بوينت اتعلمتها. تاني بوينت اتعلمتها ان ممكن يكون انا ستيب لحد، دي ما عنديش فيها مشكله، لان ده رزق. ده طبيعي. بس ما ينفعش يبقى هو مش طايقني وبيتريق عليا ومش شايفني دانسر شاطره، بس هو معايا عشان شايف ان انا ستيب. فدي بالنسبه لي انت كده منافق. انا لو مش قابله حد في دانس كوميونتي وهيجيب لي شغل ما اروحش. صح. انا ده قراري، يا اما اروح واحترمه، صح، يا اما اروح عنده واحترمه لان انا محتاجه الفلوس مثلا. وتالتة ان اللي انا بعمله هم مش مصدقيني. اوكي. مش مصدقين ان ده حلو او صح. احنا كنا بنتمرن مع بعض كتير وكل حاجه، بس كان في جدالات من دي. يعني مثلا طول الوقت بقتنع ان اي كوميونتي دلوقتي هنا الموضوع متقسم كوميونيتيز، سيركل هنا سيركل هنا سيركل هنا. طبعا بره مفيش الكلام ده، طبعا بره انت تعملي حاجه كله بيرسبكت. اوكي. فالسيركل هنا حتى لو كاتبين كدبه بس مصدقينها، واللي حواليهم مصدقينها وواثقين في الانستراكتور بتاعهم او الليدر، خلاص اوكي كده اي حد هيحترمهم، لان هم محترمين نفسهم جوه بعض. فاكتشفت دي طبعا، اتعلمت ازاي لازم يكون في بروفه حد بيحترمني. انا ما كنتش فاهمه ده، ما كنتش فاهمه اللي هو بيعمله ده قله احترام ليا، انا مش فاهماه لحد ما عدى عليا كل الحاجات دي. طبعا الكرو القديم كله اختفى، وجيت قررت قرار طبعا بعد اكتئاب. قعدت 6 شهور مكتئبه، لان دي حاجه انا ضيعت سنه تمرين، يعتبر 6 شهور تمرين ليهم مش ليهم عشانهم، يعني مهتميه بالكرو. وعملت ستور، لان انا من الناس اللي طول الوقت بتكتب كل حاجه في حياتها. بكتب انا يومي لو ما كتبتش ورايا ايه طول اليوم بنسى. غسيل مش لازم دي اول عاجبني الغسيل. لازم اكتب يوم الخميس عندي غسيل عشان اهيئ نفسي اليوم الخميس، عشان اهيئ نفسي بروجكت انا هيجي لي بروجكت يوم الخميس. فببقى في الحمام برضه، يعني برضه ما ينفعش ادعي في الحمام اهو. بخرج بره الحمام الحمد لله وارجع تاني. فبعديها قررت في اول السنه، كان اول اسبوع في السنه، قررت ان انا اجمع ناس اكلمهم. وعندنا مشكله طبعا في الدانس كوميونتي ان انا الناس اللي معايا ما دام مش شغالين في مكاني يبقى هم اضعف ناس. فانا واخده ايه اللمه بتاعت بقيه السين. يعني طبعا رافضه الموضوع ده جدا، لان انا من الناس اللي بدات اي كلام اصلا على الله حكايتي.
بس ما شاء الله يعني لا فببقى بتشتغلي على شايفه، نفسك. انت عارفه انا اتقبل الشخص الضعيف المجتهد احسن من الشاطر التنك، اه يغور الشاطر التنك. ودايما اخويا يقول لي الاخلاق اهم من المستوى بتاعك. انت لو اي حد ممكن يبقى شاطر بس مش اي حد لو متربي. تبقي شاطره، دايما عارفه بقول الناس كلها اتربت، انا هبقى مبسوطه. دنيا انا ممكن تمام. ابطل رقص بقى، انتوا متربيين وبجمال مع بعض، انا بعيد، انا هبعد. حاسه. وعلى انا فكره مش هجيب الناس انا باجي اربيهم. بالتشالنج، تعرفي ده؟ يعني لو طول الوقت قلت لي انت تمام انا تمام، جيتي في يوم قلت لي ضعيفه، لا انا هقوم بقى اتمرن. هقطعكم كلكم. انا فعلا ماشيه بالوقت. يعني انا في واحده في المدرسه قبل ما ابدا اسيب ثانويه عامه، قالت لي انت كده كده كل ما تكبري مامتك هتفضل تزيد في التعب ومش هتعرفي تعملي حاجه ومش تخرجي من بيتكم. كانت تشالنج ان اتمرن واكسب، كان عشان الجمله دي. قعدت معايا 3 سنين الجمله. اوكي. بعد كده بعديها انت مش ريل دانسر وما بتفهميش. مم. قعدت ادرس الحاجه اللي انا بعملها وازاي وفين، بس ادرس الكوريوجرافي، مم. ما بدرسش من ستايل لوحده عشان مش حابه ده. مم. كل واحد بيختار الواي بتاعته. صح. درست. حلو. الكرو اللي معايا دلوقتي انتوا بتقولوا عليهم اضعف ناس، بس احنا ان شاء الله يعني يوم 19/4 ان شاء الله الناس هتشوف فعلا انا واثقه من ده. وفيهم شو اقوى ناس ما عملتوش هنا، واو. وانا واثقه من ده. هتعمليه فين؟ عندنا الاوبننج بتاع NBA افريكان كاب، اوكي. فاحنا المفروض الاوبننج ايه احنا ده اللي ايه ده هنعمله. ايه ده احنا عاملين حاجات جامده قوي. فخلاص ورحنا الاوديشن. في بقى يعني اللي هو ايه، في ناس عارفه ان انا كوريوجرافر بتقولي ايه ده انت كوريوجرافر؟ ما انت عارف، مش لازم تسال، مش لازم تبين ان انا لازم اقول لك انا عرفت اعمل الحاجه دي. في اللي مش مبسوط ان انا كل دول واثقين فيا، طبعا ده امتنان مش طبيعي ان انا يبقى فيه اكتر من 30 شخص واثق فيا، دي مسؤوليه. وعندي بوينت، اي زياده بتحصل لي في حياتي اولا بقول الحمد لله، ثانيا دي مسؤوليه. زاد الفولورز عندي دي مسؤوليه، انا بقى كده بقى في ناس اكتر بتشوفني. صح. فلازم اكون بوي معينه. يعني انا كان في فتره اللبس بتاعي ما كانش منظم زي دلوقتي، لازم اللبس يبقى اوسع. لبس اللاروس بيبقى اوسع، حتى الايس بوب اللي انا بلبسها دلوقتي او الايس كاب بقيت طول الوقت ثابته عشان كانت الطرحه دي لو انا هقوم كانت بتزحلق. فانا لاحظت الحاجات دي فبطور منها عشان لما اجي في اي هيئه محدش يعرف يرمي لي كومنت يبقى عنده حق فيه، غير لو هيتدخل في حياتي الشخصيه ده انا مش شايفه الكومنت. برافو عليكي والله. فبالنسبه لي اي حاجه مسؤوليه، اظهر قدام الناس مسؤوليه، الناس قليله القيمه لازم انا اكون محترم عشان دي مسؤوليه، ما اديهمش فرصه ان هم يقولوا حاجه. الناس اللي واثقه فيا ده مش جمدان مني، ده مسؤوليه. بقيت اعرف اهتم بمشاعر، مش مشاعر الناس. لما حد يبقى متضايق في الكرو اعرف اصلح معاه، لانه مهم. هو في الاول يهتم بيا واحترمني، ما كانش متنك عليا، فانا لازم اصلح معاك المشكله بتاعتي. فبصراحه عندي تشالنج جديد ده اللي انا شغاله فيه غير ال100 يوم اللي انا اتمرنتهم، وكنت مبسوطه قوي. يعني حاسه بساتيسفايد دلوقتي ان انا الراوند اللي عملتها السنه دي كانت احسن من السنه اللي فاتت، حتى لو انا اضعف واحده، بس بيني وبين نفسي احسن من السنه اللي فاتت. اصل انا لو مش هكمبيت مع نفسي برافو عليكي، مش هعرف اوصل لحد اصلا، لان انا لو بكمبيت مع حد جامد هو هيفضل يتمرن وانا هوصل لمكانه وهو يفضل فوق وهيفضل فوقيه، لكن لو انا بكمبيت مع نفسي خلاص انا بطور من نفسي انا. فانا بالنسبه لي التشالنج الجديد ان انا الكرو بتاعي يبقى كرو مش ايجنسي، عشان انا رافضه كلمه ايجنسي او رافضه كلمه ممبرات او لا، احنا كرو، احنا عيله فاميلي كده مع بعض. برضه ما بحبش فاميلي عشان اي حد معدي بيقول لي وي ار فاميلي مش عارفه، حتى لو هو عشان هو شغال عندهم فبيقول فاميلي، ما بحبش كده. احنا فعلا احنا كرو. معلماهم ان هم لو جات لهم فرصه احسن مني يروحوا. اوكي. لو عندهم شغل في اي ايجنسي تانية غيري يروح. اوكي. بس هيروح لكرو تاني لا. ليه؟ انا كنت موافقه في ده في الاول، بس خدوا حد مني وقالوا لي مش هينفع تبقى في كرو تاني. فانتوا عملتوا كده الاول، انا لازم ارد بنفس السلاح، بس ما بقاش انا قلة الذوق في الاول. وطبعا قعدت ادعي لهم انهم ما يشتغلوش مع مصريين، يشتغلوا كلهم بره يا رب، كلهم لو تطوروا باذن الله وبقوا احسن حد ناس في الدنيا يا رب، يشتغلوا مع ناس تانية مش مصريين تاني يا رب. لا متفهمه يا رب متفهمه، عشان الاندستري دي هنا في مصر صعبه، لكن بره طبعا الموضوع مختلف. الموضوع هنا الناس بتحب التباهي قوي، عندك فولورز كتير، ناس سقفت لك دلوقتي، حتى لو الفيديو ضعيف بس جايب اعلى ريتش عندك بتحطيه دبوس. بحط دبوس فوق ليه؟ مش انا قوي فيها، مع ان في حاجات اجمد عندي تحت عشان جايب لايكس اكتر. الموضوع مش فارق لي دلوقتي بجد، حتى تلاقيني ولا بنزل ولا اي حاجه، وعمري في حياتي ما نزلت بوست عندي يلا يا جماعه مش عارفه ايه انا عملت ايه النهارده. لا. بقيت انزل ده كنوع من انواع ان الناس بقت تتساءل انا بتعامل ازاي. يعني انا عايزه اقرب الناس مني بس في شغلي. مش دلوقتي الناس ما تعرفش ان انا انستراكتورز، الناس ما تعرفش ان انا مصممه، الناس ما تعرفش
ان انا بعرف اصمم، بعرف اعمل رقصات، بعرف اعمل شو كامل. الناس ما تعرفش ده. والناس ما تعرفش ان انت اللي كنتي عامله رقصه احمد حلمي. انا اتفاجئت. ما انا هقول لك بقى، الناس ما تعرفش انا عامله رقصه احمد حلمي. الناس ما تعرفش ان انا اللي كنت بكوريوجراف حاجات كتيره قوي في شغل. بس انت لازم تقولي ده البورتفوليو ما بتاعك. هي دي الفكره. انا دلوقتي الوقت بتاعي ده ان انا واخده تشالنج يوم 19/4 يوم الاوبننج، هبدا انزل الجيرني بقى كلها. وانا بزعق وانا بقول، واحنا الحاجه بتاعتنا بتطلع وحشه كذا مره. ودايما بقول لهم ان تمريننا ما يبقاش على قد البروجكت. بروجكت بفلوس وكل حاجه، احنا ممكن نعمل حاجه اي كلام ونروح البروجكت ده عادي. لا، احنا لو تمريننا 4 ايام هو تمريننا شهر، حاجه طلعت حلوه لا في احسن. واللي احنا بنعمله ده ضعيف. لان انا لو عرفتكم ان انتوا جامدين، حتى لو انتوا جامدين مش تتمرنوا، احنا ضعاف. خلاص هيجيلي ساتسفاكشن من اللي انا بعمله، نفس اللي حصل لي. فكل الجيرني اللي حصلت لي في 2023، الكرو القديم، التعب، المرض، الاصابات، الحاجات دي كلها بكلمهم فيها. برافو عليكي. فان هم واثقين فيا، واثقين في الجيرني بتاعتي دي تمام، ومش ماشياها اللي اقوله ويتعمل زي ان انا احسس نفسي ان انا الاونر. مش الكلام ده. في علاقه كده. انا بعمل حاجه بتطلع شكلها وحش، بقول لهم يا جماعه شكلنا فلاح، تعالوا نعيدها تاني، نعمل حاجه تاني. اللي هو كلنا اصل منظرهم من منظري. دلوقتي انت لو لقيتي حبه ناس طالعين يعملوا شو، طبعا انت كده انت ما تعرفيش ولا اسم واحد فيهم، بس اول حاجه تساليها فين؟ مين المصمم؟ فالفخر ليا يكون اكتر لما يكون الحاجه حلوه. بس والحاجه بتاعتي مش هتتعمل حلوه غير لو هم يعملوها. صح. فهي انا هبقى مصممه يا فرحتي. مين هينفذ؟ فبالظبط هي بتبقى مشتركه، بس الناس تاخدها هنا. انا الكوريوجرافر، انا اللي رحت. احنا اقسم بالله ناقصنا سنين ضوئيه عشان نبقى بروفيشنال. وانا شايفه ده، انا ناقصني سنين ضوئيه عشان ابقى بروفيشنال. ده هيجي بايه؟ لما ما نزلهمش 5-6 كلاسز، لما ننزل نتمرن على 4 دقايق شهر، واضعف واحد فينا يبقى قوي. عارفه الافلام اللي هي بيكون اضعف فرقه وبتيجي في نهايه الفيلم بعد ما يتعبوا ويحصل لهم حاجات كتير؟ ده احنا. ومبسوطه جدا لان انا حاسه ان انا بحقق فيلم بشوفه بيبسطني في الاخر، ان هم زي ربنا بيكرمهم في اخر الفيلم ان هم يكسبوا، لان زهوتهم بتبقى حلوه، هي مش بالقوه. ممكن اجيب، يعني عايزه اقول لك الكرو القديم كلهم اقوياء جدا، كلهم دلوقتي اقوى ناس. وانا ما بقللش من حد، بس هم مع بعض مش نافعين. لكن التانيين يعني ستي، انا ما بحبش اقول لحد، ما بحبش اقول ضعيف، بس دول مع بعض نافعين. دول كلهم كلمه واحده، هانترز. ايوه. لو واحد بيعمل حاجه غلط هناك هيبقى الشو كله وحش. فبس هسألك سؤال مهم بقى، وهطلب منك نصيحه. انت بنت صغيره، معلش لا كملي. مشاركانا. انت سنا صغيره، عملتي حاجات كتير ومريتي بتشالنجز كتير. غيرك في شباب في نفس الايج ده عندهم باشن وقاعدين يعني مش عارفين ياخدوا اي ستيبس. اديهم نصيحه، قول لهم يعني ازاي يبداوا في ايا كان المجال بقى، مش شرط بقى دانسينج. عامه انا حد سنه صغير، امكانياتي محدوده، بس في ناس تقعد تقول لك لا انا هستنى لما اجيب مش عارفه الموبايل الفلاني عشان خاطر لما اصور الفيديو يبقى مش عارفه ايه، لا انا لازم يبقى معايا فوتوغرافر، لا اكتب ايه، لا اتصور فين، لا اعمل. فاهمه؟ في ناس بتعطل نفسها عشان تستنى توصل لمرحله ان انا ابقى بروفيشنال. هو بروفيشنال دي ايوه ما ينفعش انا اقولها، انت تقولها لي. شغلي حلو ما ينفعش انا اقوله، بس انت تقولي لهم يبداوا ازاي. هقول لهم يبداوا ازاي. انا بالنسبه لي كل واحد طبعا يبقى عنده وجهه نظر مختلفه او ايه مختلف. انا اول حاجه بحب اقولها انا على الله حكايتي، وفي حاجات كتير قوي ومصايب كانت بتعدي معايا كنافه عشان مش فاهمه، فربنا ايه يروح معديها معايا. اللي انا بعمله هو ان انا بعمل حاجه اللي انا بعملها، اي فرصه تجيلي ببلاش او بفلوس، عشان كلمه فلوس دي بتخلي الحد يتحرك. في ناس بتتحرك لو البوينت دي موجوده. حاجه جات لك روح اعملها احسن حاجه، كل مره طلع احسن بوش ليك، واتبسط لما يطلع فيها غلطات. يعني انا لو رحت عملت حاجه وطلعت فيها غلطات، حلو، انا المره الجايه دي بقى هصلح الغلطات دي. فكل مره حتى لو هزيد 1% في اللي انا بعمله، هيجي في وقت معين ربنا هيأذن ان انت تظهر او تشتغل او يبقى عندك كارير. يعني الفلوس مش بتيجي من اول مره، مش هتيجي وراها جيرني. لا ده انت ممكن اصلا وانت كبيره وكل حاجه تيجي على لحظه، وحاجه كبيره جدا تبوظ منك. صح، عشان انت ما عندكيش البوش من الاساس، انت بتشتغلي عشان فلوس، فانت بتطوري من الفلوس مش بتطوري من شغلك. صح. فتيجي في حته في الاخر وقع تاني. فالوقوع ده خير عشان تتمرني، ما هو تتمرني اي حاجه، دراسه بقى او اي أيوة. فاي وقوع بيبقى حلو، مش بس درس. انت لازم توعي عشان طبيعي تتمرني او تشتغلي او تدرسي عشان
تعلي تاني. لكن هنبص لها فلوس او زحمه والحاجات دي، وكده كده لازم بعد ما الواحد بينجح بيبقى فيه زحمه. بعد الزحمه دي بيبدا يشوف حاله، يا اما بيغير كاريره خالص. في ناس، في دانسرز كتير قوي غيروا كاريرها، في ناس كتير قوي بتبقى شايفاها زي سبوبه، في ناس كتير قوي خلاص بقت مثبته ناس معاها. ف يا اما انت ليك حدود وتثبت الحاجه دي، يا اما انت مالكش حدود. اي حاجه جديده احط فيها. يعني انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا انستراكتور، بس يوم ما اتحطيت خدتها مسؤوليه. ولا عمري في حياتي انا كنت اتخيل ان انا ابقى مصممه وناس تثق فيا، يوم ما حطيتها بقت مسؤوليه. عمري ما اتخيل ان انا اكون بعرف اخرج فيديوز عندي انا اللي اخرجها من A to Z، واقول لهم الباشن بتاعتهم وشكل الفيديو بعمل ازاي. تحفه. فلما اتحطيت وحد سالني، وده اللي خلاكي اكتشفتي هتكملي دراستك في ايه؟ بالظبط. انا بصراحه حابه ان انا اكون مخرجه، مش عشان الاخراج بس، انا حاسه ان دي حاجه هتفيدني في شغلي. اوكي. لان انا بطور من الشغل اللي انا بعمله، طول ما انا بطور منه طول ما انا هعلى فيه. وكمان قصه الاخراج هعرف نفسي يعني ده حلم، يعني في حلمين نفسي احققهم بصراحه. ان انا اكون بخرج فيلم كامل لرقصه من غير ما نتكلم. واو. يعني مثلا تروحي تتفرجي على مسرحيه كلها رقصه بس تعرفي القصه من A to Z من غير ما واحد فينا يتكلم، يبقى بيرقص. تحفه. ده نفسي اوصل له. تاني حلم ان انا نفسي الموضوع يبقى دراسه زيها زي ثانويه عامه. ففيها ايه لما يتكتب في البطاقه عندك روكس؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله لما تخش بره؟ في مدارس كتير قوي. انت في منح تغيري ثقافه كامله. انا عايزه اقول لك في منح بره بتروحي تدرسي، تبقي متخرجه من مدرسه معينه، صح. مديكي ان انت دانسر عشان تطلعي ورا مطربين، تبداي تعملي عروض عالميه، ماسكه مين ستايل معينه، تبقي مدربه الحاجات. طب ما ده شغل. صح. فانا نفسي اوصل لبوينت زي الباليه. طب ما الباليه ليه معهد؟ ليه عندنا احنا مفيش معهد؟ مفيش حاجه. لما ان شاء الله تكوني انت اللي تعملي هنا في استوديوهات، بس برضو لسه في حته انت عندي ما ينفعش تروح عند حد. طب ليه انا ما بحر؟ ليه ما احضرلكوش كلكم؟ ليه ابقى مبسوط؟ لا، انت عندي انا، ولو رحت عند حد تاني يبقى انت هو طفل مثلا عنده 12 سنه حاسس ان هو وحش قوي عشان راح حضر لواحد تاني. فالموضوع هنا خناقه شويه، بس انا عايزه الموضوع يمشي ميري اكتر ان شاء الله. والانستراكتورز يكونوا كلهم من بره، مش عايزه اي حد مصري بصراحه ان شاء الله. عشان ما يفكرش انا نفسي مش عايزه تيتش في المدرسه اللي اتعملت. يقول لك على حاجه، انا مش عايزه ابقى في التيتشر في المدرسه اللي اتعملت عشان ما احسش بايجو ان الناس دي بتاعتي. لا خالص. انا عملت المدرسه دي موجوده ومعروف مين الاونر بتاعه وكل حاجه. يا ستي مش انا اللي عاملاها. اطلع الفكره دي في دماغ حد كبير يقدر يعمل البيزنس ده، يقدر يعمل مدرسه كل فصل فيها بنوع ستايل. يا رب حد يسمعنا يا رب ويساعدك ان انت تحققي الحلم ده، ويعملها وظيفه. نقعد قعده تاني وانت محققه الحلم ان شاء الله. يا ريت هجيلك انا اللي هكلمك بقى. بس انا حققت الحلم هفكرك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وكده كده لو الحاجه دي مش خير مش هتتعمل، فساعتها هعرف. ان شاء الله ربنا يعمل لك الخير دايما. انت شطوره ما شاء الله. وبحس ان هي لو حاجه خير اتحطيت فيها اعملها، ما اتحطيتش فيها خلاص. وما عنديش يعني لو سالتيني مثلا في 5 سنين نفسك تكوني فين او ايه سقف طموحك او الحاجات دي، هتلاقي ما عنديش حلم. لان الناس اللي بتحط املها على حاجه معينه وما بتجيش بتتعب ساعتها، مش بتفكر ان ده خير ليها، هي خساره. لا، هو اي حلم ما بيتحققش او ربنا بياخدك لزاويه اخرى بيبقى ده خير ليكي مش بتاعتك، افضل ليكي. فعشان كده مش بحلم بحاجه، لان انا ما كنتش متخيله ان انا ابقى هنا النهارده. صح. من 7 سنين حد بيتمرن في اوضه مقفوله. فانا ما اعرفش انا كمان 5 سنين اصلا هبقى فين. فاكيد هبقى راضيه عن اللي انا فيه ان شاء الله، او عملت فيه احسن مجهود على قد ما اقدر. فخلاص بجد شابو. مبسوطه قوي بالقصه، ما كنتش متوقعاها خالص. وموتيفيشن حلو للناس اللي قاعده بتتفرج او بتسمعنا دلوقتي. قوموا واعملوا من اوضه هي بقت زوبه اللي انتوا اللي هو مش زوبه البنت المحجبه اللي طلعت ترند اللي بتعمل رقصات. مش ترند خالص، الموضوع مفيش الكلام ده بكتير. مفيش الكلام ده خالص. نورتيني. شكرا. وانبسطت معاكي. انا مبسوطه وشرف لي ان انا هنا بصراحه. انا اكتر. ربنا يخليكي. ميرسي جدا.